حبيب قلبي عامل ايه؟ حلقتنا النهارده مختلفة وان شاء الله تبقى حلقة ثابتة معانا في نهاية كل شهر، عشان النهارده جاي اكلمك عن الاعمال اللي نزلت في شهر يناير، او من الاخر كده اي حاجة كان عليها كلام او انا شفتها سواء افلام او برامج. فتابع معايا الحلقة عشان عندنا حاجات كتير نتكلم فيها النهارده، وزي كل مرة ما تنساش اني مقسم لك الفيديو عشان لو حبيت تسكيب اي جزء وتنط لاي جزء تاني، ولو اول مرة تسمعني ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وده حسوبة توكس. اول فيلم معانا هو فيلم شفت البوستر بتاعه واسمه وقلت مشغل على طول، ولا بصيت بطولة مين ولا بيتكلم عن ايه ولا اي حاجة، وهو فيلم فروم ذا اشز او جرس انذار. ومن بداية الفيلم وانا فوجئت ان هو فيلم سعودي، وانا بصراحة ماليش تجارب مشاهدة قبل كده لافلام سعودي، بما ان الواحد عامل تشانل وكده وبيتكلم عن الافلام، ونظرا كمان للانفتاح الثقافي والترفيهي السعودي اللي موجود حاليا، قلت ادي الفيلم ده فرصة، وقلت لما اشوف الفيلم ده بيقول ايه. طبعا احب افكرك اننا بنتكلم من غير حرق، ومش عارف في فقرة حرق ولا لا، فخليك معايا لما تشوف الفيديو ده واخدنا على فين. المهم الفيلم مستوحى من احداث حقيقية، والفيلم بيحكي عن مدرسة ثانوية بنات، ومن اول الفيلم ومن اول ما عم نواف بيقفل على الطلاب البنات باب المدرسة بالقفل من بره، واحنا بندخل في رحلة جوه عالم مدرسة البنات، وبنشوف مدى البلاوي اللي ممكن تطلع من بنات زي دي في مرحلة المراهقة، لحد لما هنا احداث الفيلم بتتحول تماما. وده كده بريف صغير عن الفيلم. فالفيلم ده يا حبيب قلبي فاجئني في كذا حاجه. اول حاجه انك لاول مره هتتعرف على جانب جديد من جوانب بلد عربي المفروض ان هو قريب منك على الخريطه، يعني انسى اللي انت بتشوفه في التلفزيون او على موبايلك من الثراء الفاحش والكلام ده. في الفيلم هنا هو جايب لك الجانب العادي من الناس، سواء من المدرسين او سواء من اهالي الطلاب او من الطلاب نفسهم، هتحس ان هم ناس عاديه كده مش اوفر، على عكس اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا. من الجوانب الحلوه التانيه في الفيلم انه بيخليك تدخل في حياه كل واحده من الطلاب دول اللي هم ابطال فيلمنا، ودي كانت نقطه حلوه قوي عشان بيخليك تفهم اسباب سلوكهم اللي مش لطيف اللي انت بتشوفه على مدار الفيلم، وبالتالي غصب عنك بتنغمس في حياه اهالي الطلاب دول، وبتشوف ايه المشاكل اللي بتقابلهم، وبتتعرف لاول مره على القوانين السعوديه اللي ممكن تلاقيها مختلفه عنك في كذا حاجه. ومن هنا بالنسبه لي تيجي متعه الفيلم ده، اللي هو انت هتحس انك قاعد في السعوديه وبتشوف قوانين جديده وطريقه جديده في التعليم واداره التعليم نفسه. فاختلاف الثقافات ده هو اللي علم معايا الفيلم ده بصراحه، وكتجربه اولى لمشاهده فيلم سعودي كانت حلوه ومميزه. واداء الممثلين بصراحه كان حلو جدا، وما حسيتش ان هم بيمثلوا، فاللي انا حسيت بيه وانا بتفرج على الفيلم ده كاني بتفرج على مسلسل مصري قديم شويه وحلو كمان، وياخد معايا 7 من 10. فالفيلم ده برشحه ليك وهتلاقيه موجود على نتفليكس مع فيلمنا اللي جاي، وهو فيلم ليفت. الفيلم حبيب قلبي من بطولة كيفن هارت وجوجو ماباسارو، ودي اللي عملت دور رينسلاير في مسلسل لوكي، وأورسيلا كوروبيرو، ودي اللي عملت دور طوكيو في لا كازا دي بابيل، وعندك كمان يا سيدي فينسنت اونوفريو ده كينج بين، وشوية ناس تانية كده بس حلو كده عشان ما اطولش عليك. المهم let's show them what true artistry looks like. Is everybody in position? You're good to go. الفيلم عن سايرس اللي بيبقى معاه تيم وبيبقوا من الاخر كده حراميه، بس عندهم مبدأ اللي هو انا حرامي بس عمري ما اسرق غلبان. المهم بيعملوا ديل مع الانتربول ان هم يشتغلوا سوا، ولو عملوا الميشن دي او المهمه المطلوبه منهم الانتربول هيمسي عليهم وهيمحي كل جرايمهم اللي حصلت قبل كده، وهيخلي السجل بتاعهم ابيض يا ورد. فيا ترى سايرس والتيم بتاعه هينفذوا المهمه المطلوبه منهم؟ ده اللي هنشوفه على مدار فيلمنا. الفيلم مشاهد الاكشن اللي فيه كانت حلوه، ومشاهد الفايتات كانت جامده جدا برضه. الفيلم بقى ككوميديا كانت موجوده برضه بس مش زي اللي بالك فيه، عشان اداء كيفن هارت هنا في الفيلم كان مختلف، وعامل الدور وهو هادي كده وماسك نفسه، مش كيفن هارت اللي انت تعرفه اللي بيتحرك كتير ويتكلم كتير وتحس اداء كتير كده بايديه. لا، ما كانش كده تماما في الفيلم ده، وبالنسبه لي حسيت جدا انه بيحاول انه يمسك نفسه ويتعامل بهدوء مش بهيبره زي طبيعته، فاداؤه ما كانش احسن حاجه. بس بالنسبه لي انا مرضي جدا كمحاوله، وان شاء الله في المستقبل ممكن نشوفه في دور جدي شويه عن كده. حتى غير كده يا حبيب قلبي الفيلم من نوعيه افلام نتفليكس لما تحب تعمل اكشن، زي مثلا افلام 6 اندر جراوند وذا اولد جارد، ودول كانوا فيلمين حلوين وبرشحهم ليك جدا، وممكن نتكلم عليهم بتفاصيل اكتر في فيديو تاني كده. ففيلمنا فيه نفس روح الفيلمين دول، فلو حبيت الفيلمين دول هتحب ليفت اكيد.
من الاخر كده فيلم ليفت يعتبر فيلم حلو وفيلم بوب كورن بتاع الموفي نايت، مش الفيلم اللي هو هتقعد تشغل فيه دماغك او تقعد تفكر كتير، وهو اخره يعتبر فيلم كده تسليه وشكرا. بس للاسف الفيلم زي ما بقول لك ان هو حلو، بس انا عندي كام مشكله معاه. الفيلم زي ما قلت لك مش قوي قوي ويعتبر فيلم بوب كورن، فحرام الممثلين الجامدين دول يبقوا متجمعين على الفاضي. حاجه كده كانك عملت شمس الزناتي من غير ما تدي جعيدي او سبيرتو او سامبو حقهم. فبصراحه حرام الممثلين دول يشاركوا في الفيلم ده، ما كانش اضافه ليهم تماما. ده بالعكس احنا شفناهم قبل كده في ادوار تمثيليه اقوى من كده بكتير. غير النقطه دي كمان ان بعد مرحله ما تعرفنا على شخصيات الفيلم لحد مرحله ما خلاص هيبداوا يعملوا الميشن طولت منهم شويه وحسيت بملل حبه. اوفرول بعد فرجتي على الفيلم ما اتضايقتش، وكان فيلم كده في اللذيذ بتاع الموفي نايت، وياخد معايا 6.5 من 10. وتالت فيلم معانا هو فيلم لسه نازل ويصنف من افلام الرعب، وهو فيلم نايت سويم. الفيلم من بطولة وايت راسل، وده لو فاكر اللي عمل دور كابتن امريكا في مسلسل فالكون اند وينتر سولجر. وانا ما اضحكش عليك لما بشغل فيلم والاقي فيه حد انا عارفه او شفته قبل كده بحس باريحيه، وبيبقى بالنسبه لي احسن لما يبقى الفيلم كله ما فيهوش حد اعرفه. والفيلم برضه من بطولة كيري كوندون واملي هوفريل وجافن وارن. الفيلم بيدور حوالين راي وولر وعيلته، وراي بيبقى لاعب بيسبول وبيجيله اصابه وشكله كده هيطول في فترة العلاج بتاعته، فبيقرر هو ومراته ان هم يشوفوا بيت جديد يكون مناسب ليهم، من حيث انه يبقى قريب من المستشفى بتاعة العلاج الطبيعي وبرضه يبقى قريب من مدرسة الاولاد، وخصوصا كمان ان مراته نفسها تستقر في مكان واحد بدل التنقلات اللي عماله تحصل لها دي، نظرا لتنقل ري كل شويه من فريق لفريق وبالتالي من بلد لبلد، فما بتصدق ان هم يستقروا في مكان، وفعلا بيلاقوا بدل البيت 2 بس بيختاروا البيت اللي بيبقى فيه حمام سباحه، وده بناء على رغبه ري عشان العلاج الطبيعي بتاعه بيتطلب سباحه وكده. بس يا سيدي من اول ما بيشتروا البيت بقى ويبداوا لسه عايزين يجربوا البسين، وبيحصل حاجه غريبه جدا. ومن هنا يبدا الفيلم بتاعنا. حبيب قلبي احب اقول لك انك لو شفت التريلر بتاع الفيلم هيحرق لك الفيلم اصلا، واللي قلته لك ما يجيش نقطه في بحر الفيلم، بس انا بلخص عليك. المهم الفيلم ده اخره انك تتفرج عليه لو ما لقيتش حاجه تتفرج عليها، وممكن تقعد تسكرول في موبايلك كمان وانت بتتفرج عادي برضه، لانه فيلم عادي جدا مفيش جديد. نفس الفكره بتاعت الاسره اللي بتروح مكان ممكن يبقى مسكون وبيبقى فيه كيان موجود بيبوظ لهم حياتهم، والجو ده. الجديد في فيلمنا هنا هو الفكره بس اللي من وجهه نظري كانت حلوه بس ما اهتموش بيها، وكان الاهتمام الاكبر انك تعمل جامب سكيرز كتير وفشلت فيها كمان، ما اتخضتش تماما قشطه جدا ولا كان في اي حاجه. فبصراحه كبدايه افلام رعب لسنه 2024 ما كانتش موفقه تماما، وياخد معايا 4 من 10. وتعال اقول لك على اجمد حاجه انا شفتها الشهر ده. موسم جديد غير كل المواسم. جاهزين للتحدي الاول في موسم توب شيف اول ستار؟ واخيرا بعد طول انتظار الموسم الجديد من برنامج توب شيف، والموسم ده غير اي موسم من المواسم اللي فاتت لانه عامل احلى كروس اوفر في تاريخ البرنامج، وهو توب شيف اول ستارز. والمره دي الشيفات اللي بيتنافسوا بيكونوا كلهم من المواسم اللي فاتت بس ما حلفهمش الحظ وخرجوا، فالمره دي بنشوفهم بعد مرور السنين وبنشوفهم وصلوا لفين وازاي كل شيف طور مهاراته وازاي طور من نفسه. ده غير جو النوستالجيا اللي عمله لك البرنامج عن طريق انه يجيب لك لقطات حصلت من المواسم اللي فاتت. فقد ايه البرنامج ده جميل ورايق بصراحه، فمش عارف ليه البرنامج ده مش واخد حقه عندنا في مصر ويعتبر اندر ريتد. يمكن في ناس ما تعرفش البرنامج، جايز. المهم لو انت ما تعرفش البرنامج تعالى انا اقول لك فكرته كده في السريع. البرنامج من الاخر كده عباره عن مسابقه احسن شيف، ومسابقه عالميه اصلا، والبرنامج ده يعتبر النسخه العربي منه، واللي بيفوز بجائزه توب شيف ده بيروح في حته تانية اصلا. فواخد لي بالك كده احنا بنتكلم في ايه؟ فكل اسبوع بينزل حلقه، وكل اسبوع بيطلع مشترك، لحد طبعا على مدار 15 اسبوع مثلا بيتبقى 2 أو 3 بيتنافسوا على لقب توب شيف في العالم العربي في اخر حلقه من الموسم. فكمسابقه وتنافس فانت بتاخد مسابقه وتنافس من احلى المسابقات اللي ممكن تشوفها في برامج. اهم حاجه بقى سيبك بقى من المسابقه ومن الجائزه والتنافس وخناقات الشيفات مع بعض في المطبخ والكلام الحلو ده كله، نيجي لاهم نقطه في البرنامج، الاكل يا جماعه. هو في ايه بجد؟ الناس دي بتاخد الاكل في حته تانية. انا مستحيل اقعد اتفرج على توب شيف مثلا الا لما اكون مجهز اكل البيت كله جنبي، لان غير كده انا هنط جوه البرنامج. فانا بصراحه بنصح اي حد ان هو يشوف البرنامج ده ويبدا يتفرج من اول موسم عشان تشوف مدى تطور البرنامج وازاي وصلنا من توب شيف في الموسم الاول لاجمد موسم في تاريخ توب شيف اللي شغال حاليا، ونزل منه 4 حلقات تقريبا، والحلقه بتنزل يوم الاربعاء على شاهد. واخر حاجه احب اتكلم معاك فيها هتكون اوبن مايك ومش سكريبتد، هو بس قدامي كام نقطه هتكلم معاك فيهم من وجهة نظري. لسه مخلص مسلسل ايكو اخر اعمال مارفل واول اعمال مارفل في سنه 2024، وبصراحه ما اضحكش عليك انا ما كنتش متشوق للمسلسل ده لانه هيكون بيتكلم عن كاركتر مايا لوبيز،
اللي اول ظهور ليها كان في مسلسل هوك اي، وبصراحه ما اعرفش ليه قرروا ان هم يعملوا لها مسلسل خاص بيها، فقلت اوكي ماشي وخلاص، قررت ان انا هتفرج على المسلسل. بس ما اضحكش عليك كنت متخوف برضه، لان اخر اعمال مارفل كان فيلم ذا مارفلز، واللي انا كنت مستنيه ينزل اتش دي. يمكن انا اكون ظالم الفيلم عشان انا شفته بصوره مش حلوه اول لما نزل، بس برضه انا لسه عندي رايي. يا جماعه يعني الواحد والله انا مش عارف اعمل لك ريفيو اقول لك ايه عن الفيلم. فيلم ما فيهوش جديد، تحسه يعتبر حلقه من مسلسل، حلقتين من مسلسل بتوع مارفل، اخره كده عارف، احداث ورا احداث ورا احداث، تحس مفيش قصه، مفيش كلام، مفيش سيناريو، كله لعب بالسي جي اي. وهو من الاخر بس كده انا بالنسبه لي فيلم ذا مارفلز هو البوست كريدت سين بس، وبدايه ظهور الاكس مان في عالم مارفل السينمائي بس. هو ده اللي احنا نقدر ناخده من الفيلم كله. نيجي بقى المسلسل ايكو. المسلسل يا حبيب قلبي حلو وجميل وكل حاجه، والتريلر بتاعه كمان يشدك قوي، خصوصا بعد ظهور دير ديفل وكينج بين في التريلر، فطبعا ده شدني جدا وخلاني عايز اتفرج على المسلسل. واحلى حاجه في المسلسل ده ان هو مكون من 5 حلقات، والخمس حلقات كلهم نزلوا مره واحده، فانت مش مضطر تستنى كل اسبوع الحلقه اللي بتنزل. والمسلسل بعد مشاهدتي ليه احب اقول لك ان هو يعتبر بدايه الستريت ليفل في الام سي يو، او بدايه حرب الشوارع. وطبعا بدايه حرب الشوارع دي بتشمل كاركترات كتير هتبدا تظهر معانا في المرحله اللي جايه، زي دير ديفل وبانيشر والكترا وكينج بين، وطبعا على راس كل دول سبايدر مان. واللي احنا نعرفه لحد دلوقتي ان فيلم سبايدر مان 4 اللي جاي اللي بيخص توم هولاند هيكون ليه علاقه بالستريت ليفل. واخر حاجه سمعتها عن فيلم سبايدر مان 4 ده ان الفيلم بتاعه ما شفناهوش قبل كده كلايف اكشن في اي فيلم، فتتوقع ممكن يبقى مين؟ بالنسبه لي انا متوقع ان هو ممكن يبقى سكوربيون مع ظهور كينج بين في الفيلم برضه، واحتمال برضه يظهر لك كمان دير ديفل معاه، لان زي ما بقول لك الفيلم هيبقى ليه علاقه بالستريت ليفل، فهي مسهل ادينا مستنيين اهو لما نشوف. وطبعا مسلسل ايكو احب اقول لك ان انا مخلص الريفيو بتاعه وعامل له فيديو، عشان المسلسل ده يحتاج ان احنا نتكلم عنه اكتر من كده، فخليك متابعني اول باول عشان اول لما انزل الريفيو يوصلك على طول. وبس كده عزيزي المستمع، احب اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس، وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولايكك المتين عشان فعلا بيساعد. كان معاكم ابراهيم حسوبه من حسوبه توكس، سلام.